السلام عليكم. المواجهة الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم هو الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مباراة تشاهدها الجماهير الغافرة حول العالم في كل مرة يتواجه فيها الفريقين، وأصبح جزءا من التراث الكروي الذي لا يمكن تجاهله. تاريخ الكلاسيكو يعود إلى 1902 عندما التقى الفريقين لأول مرة في كأس الملك الإسباني. منذ تلك اللحظة بدأ الصراع بين الناديين في أن يكون أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، بل أصبح معركة رياضية وثقافية بين اثنين من أعظم الأندية في العالم. عدد المباريات حتى اليوم: تقابل ريال مدريد وبرشلونة في 252 مباراة رسمية، من بينها 98 مباراة في الدوري الإسباني. الفوز: ريال مدريد فاز في 101 مباراة، بينما فاز برشلونة في 97 مباراة. انتهى التعادل 54 مباراة بين الفريقين. ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للبارسا في مباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا، وهدافا كذلك للكلاسيكو تاريخيا. أما ريال مدريد فيعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للفريق في هذه المباريات، حيث سجل 18 هدفا في الكلاسيكو. تبقى مباريات الكلاسيكو هي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي تثير شغف عشاق كرة القدم في كل مكان. تاريخ طويل من الصراعات والمنافسات التي تنتهي. كما سيلتقي الفريقين غدا في نهائي كأس الملك إسبانيا. في رأيك من سيتوج باللقب، برشلونة أم ريال مدريد؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.